يا ماما ظهري وجعني قوي. من ايه يا بنتي؟ ظهري وجعني مش قادره. من ايه يا دناي؟ مالك؟ تعالي مالك يا بنتي؟ تعالي والنبي يا ماما شيلي بس الترابيزه دي عشان مش طب عارفه. انت مالك يا دناي؟ ظهري والله مش قادره. لا يا بنتي الف سلامه عليكي يا حبيبتي. تسلمي. عايزه ايه تاني؟ ما عليك يا بنتي. تسلمي يا ماما، ممكن بس بعد اذنك عينيا يا حبيبه قلبي، عيني يا بنتي. تسلمي عيني. اي حاجه عايزاها انا اعملها لك يا بنتي. بسم الله. عايزه ايه تاني يا بنتي؟ ممكن بس الشاحن معلش. حاضر يا بنتي، خدي يا بنتي. شكرا. عايزه ايه تاني يا بنتي؟ عايزه كوبايه ميه. حاضر يا بنتي، خدي يا بنتي. ميرسي. ايه ده؟ ايه يا بنتي؟ ده سخنه، ما جبتهاش من التلاجة ليه؟ معلش يا بنتي. خدي مش هشحن، اركنيه. ممكن تجيبي بقى المقشه وتكنسي لي الصاله دي. هاتي لي المقشه اكنسي لي بس السجاده دي. حاضر يا بنتي. والنبي يا ماما معلش. ماما نعم يا بنتي. ممكن تجيبي لي شويه ميه بس احط رجلي عشان رجلي وجعاني. ماما نعم يا بنتي. ممكن تجيبي لي ميه بس اغسل رجلي عشان رجلي وجعاني. حاضر. يا بنتي ادعكي كويس. ماشي يا بنتي. بالراحه. انت بتدعكي جامد قوي كده ليه؟ ماما الباب. بسرعه بسرعه تعالي اقعدي مكاني. قوم بسرعه. شكله محمد ولا ايه؟ اقعدي. حطي رجلك يلا حطي رجلك. يا ماما ما قلتليش. انا مش عايزه مشاكل يا ابني، مش عايزه مشاكل. معلش يا ابني عشان تعيش. يا ماما نعيش، ده انا جايبك هنا عشان اريحك. معلش يا ابني. وانت عماله تقولي لي بنتي وجوزها وهي تتعبك. معلش يعني ينفع يا ماما هي تتعبك؟ هو ما ينفعش، بس معلش يا ابني. طيب يا ماما عشان تعيش يا ابني. عشان تعيش بقى لازم تاخد بقى ايه نصيبها. انا ولا بطلق ولا بضرب، المعامله بالمعامله. معلش يا ابني. لا حقي، صح ولا لا؟ اللي انت عارفه صح يا ابني اعمله. الله ينور عليكي. ماما الصدق عندك حق، هو برضو ايه يعني ملناش احنا في موضوع الطلاق. احنا بقى نعمل ايه بقى؟ المعامله بالمعامله، صح ولا لا؟ الجاكيت ده طبعا انت قلتي بقى انا هتحول عليكي، لا ولا بتاع ضرب ولا خناق، بس ايه العين بالعين والسن بالسن والبدي اصلا. ده هيتغسل على ايديكي، ما تحطوش في الغساله ماشي؟ ولما نضيفش والبيت ده وسخ عايز يتنضف، تقلعي لي بقى الحاجات بتاعتك ديت وتلبسي لي بقى كده وقومي بقى البيت، وماما هتقعد معززه مكرمه
ولو سمعت اي حرف منك او زعلتيها هيبقى اخر يوم ليكي في البيت ده وعلى بيت ابوكي. مش هطلقك، هسيبك كده زي البيت الواقف. ولا مش ماشي؟ ما هو انا بقى ليا مزاج تغسليه على ايديكي. اتفضلي امسكي يا اصيله، امشي. وانت يا ماما اي حاجه زي كده لازم تبلغيني، ما ينفعش تعملي كده، ولازم تجيبي يعني انا لو ما جبتلكيش حقي ما بقاش راجل. انا ولا هاجي عليكي ولا هاجي عليها، ولا في صفك ولا في صفها. انا في الحق، والحق حق. ماما انت حاجه زي كده المفروض تقولي، فاهماني؟ افرض انت تعبانه وجايه تعبانه، ما ينفعش يا ماما. يا ابني انا ما رضيتش اقول لك عشان ما تزعلش مني. لو حصل حاجه تانية يا ماما تعرفيني. ماشي يا ابني. عشان ما تتعودش هي على كده. ماشي يا كده ابني. غلط. ماشي يا ابني. انت المفروض امي وجايه تقعدي عندي. ماشي. والمفروض بنتك عملت معاكي، اما هي تيجي عليكي ليه؟ ولا انت تيجي عليها، ولا هي تيجي عليكي، ولا انا في صفها، ولا انا في الحق. انا شايف اللي حصل ده، كنت حاسس ان انت تعبانه وبتنهاجي، قلت لا معلش يا ابني. لازم اوقف، معلش. لازم اكشف الموقف. معلش يا ابني. ما ينفعش يا ماما، حقك عليا يا ماما. لا يا حبيبي. دي مجرد رسالة بنقدمها في كل بيت مصري، ان احنا نتقي الله في بعضنا، واللي عندها حماتها تشيل على دماغها، واللي عندها امها تاخد رضاها ورضا حماتها ورضا ابوها ورضا الاهل كله فوق الراس قبل اي حاجة. وطبعا ماما انا طبعا والله انا عاجزة عن الكلام معاها وتعبها معانا. يا حبيبتي. اتكلمي لا يا الناس يا حبيبة ماما. قلبي، احنا بنقدر رسالة للناس والناس تشوفنا. اهم حاجة بس ما كنتش زعلانة من رد لا يا فعلي. حبيبة قلبي انا مش زعلانة، ده انتوا بتبينوا الدنيا عاملة ازاي وبتبينوا الخير. انتوا بتبينوا الخير للناس، عايزين الناس تبقى كويسة مع بعضها. طبعا طبعا. ايوه يا بنتي. وربنا يهدي يا بنتي. يا رب يخليك. مش كل واحد برضو بيقدم رسالة بشر او في ايا كان الفعل، رد الفعل بتاعه مش ده طبعه. يعني اكيد كلنا بيبقى كل واحد ليه شخصية، التمثيل بيبقى غير الحقيقة. عايزين الشير واللايك والكومنت، ويا رب دايما نكون عند حسن ظن جمهورنا الحبيب. شكرا.